الاهلي يفرض حاله الصطلانه على فريق حرس الحدود ويضم لقائمه ثلاثيات العم كولر. تاني حاجه معانا وهي رحيل حمدي فتحي رسميا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا محمود محسوب ودي قناتي على اليوتيوب. شرفنا بالاشتراك في القناه واضغط اللايك للفيديو وانضم لعيلتنا الاهلاويه عشان احنا بنكبر بيك ونخش في الموضوع على طول. الاهلي يفوز النهارده بسهوله على حرس الحدود وبثلاث لعيبه بس من الاساسيين، وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، ولعب بثلاث لعيبه وطعم الفريق كله بالبدلاء او بالناس اللي هو بيجهز فيهم بقاله فتره. وحصل دلع بين في الشوط الاول كده بين اللعيبه، حرس الحدود الرسمي هابط والاهلي راجع نشوه الانتصار بتاعه افريقيا. ودي اكتر حاجه بتخوف المدير الفني، ان اي فريق بيبقى راجع واخد بطوله كبيره بيبقى اول ماتش ليه فيه تعثر. كولر مسك اللعيبه بين الشوطين كانوا كسبانين 1-0 بهدف عكسي. كولر مسك اللعيبه بين الشوطين خدهم غسيل ومكوى، لان هو مش عايز النتيجه اللي في ارض الملعب دي. الراجل عايز يامن النتيجه علشان يقدر ينزل اكبر عدد من البدلاء ويقدر يريح اكبر عدد من الاساسيين عشان يجهز الفريق كله لكاس مصر اللي الاهلي هيلعب فيه يوم الاحد الجاي قدام منتخب السويس، علشان الاهلي يبقى عنده متنفس الفتره الجايه دي، ان البدلاء حتى يكونوا جاهزين ان هم يقدروا ينزلوا يلعبوا في اي وقت، لان الاهلي متاجل له حوالي 7 ماتشات وهيلعبهم متتاليين ورا بعض، ودول من ضمن المؤجلات. وكولر مش هيسمح بدلع او استهتار، وعايز يحسم بطوله الدوري في خلال ال5 أو 6 ماتشات اللي جايين دول علشان يقدر يريح حتى القوام الرئيسي والقوام البديل، ويقدر يقيم اللعيبه عشان يقدر يستغنى عن اللعيبه اللي لا تستحق ان هي تلعب في الاهلي. كولر خلاص، كولر حط ايده على الفريق وقدر ان هو حتى لو جابني انا وجاب محمد ابني الصغير وحطنا مع الفريق وهو بيلعب، الفريق هيقدم المطلوب منه والفريق هيكسب. كولر اي لعيبه النهارده صغيره كبيره، الفكر ذات نفسه بدا يتطبق على الفريق وبدا يشبع الفريق كله بالفكر بتاعه. انت تشوف النهارده بدلاء تحس ان اللعيبه دي مش بدلاء، اللعيبه دي الاساسيه، على الرغم من ان هو مريح حسين الشحات وبرسيتا. بادئ الماتش بلعيبه يعتبر مش كلها بتلعب اساسي، هم 3 بس. فالراجل النهارده خلاص حط ايده على الفريق وعرف ازاي يدور المنظومه دي كلها باي حد، اي لعيبه، شباب صغير كبير. تعال بقى نتكلم ان ازاي كولر قدر مع الاهلي يحقق المعادله الصعبه دي. كولر خلاص فهم ان جمهور الاهلي ده ما عادش بيرضيه غير الفوز بس. هو عنده استعداد ان الجمهور ده ان هو يقلب على اي حد اللي ما بيقدمش دوره، اي حد، اداره، محمود الخطيب ذات نفسه رئيس النادي، اي مدير فني، اي لعيب ايا كان اسمه، ما دام ما بيقدمش اللي مطلوب منه. وهنا كولر قدامه معادله صعبه جدا، انه ازاي يرضي الجمهور ويقدر يعمل الاداء اللي فيه فوز، وان هو ذات نفسه عايز يعمل اداء خاص بيه هو في ارض الملعب. علشان كده هتلاقي الراجل ده دايما بيتدخل في كل كبيره وصغيره تخص الاهلي. اي حاجه هتعطل الاهلي الراجل ده بيتدخل فيها، وبيعمل لقطه جميله انه بيطلع دايما في الميديا في المؤتمر الفني اللي بعد الماتش بيصدر المشكله للاداره عن طريق الاعلام، علشان ما يتقالش ان انا ما عملتش كده، او ان انا شفت وما اتكلمتش. ايا كان الراجل مثلا لو معهوش مهاجم او عنده فرص كتير يقول لك انا طلبت مهاجم والاداره ما وفتش. الراجل طلع غير الساد السلام لان هو شاف ان الارض مش مظبوطه بالنسبه للطريقه اللي هو عايزها. رجع استاد القاهره، الراجل راح ماتش الوداد هناك بيلعب هناك في النهائي، حجزوا له فندق وظبطوا الدنيا وظبطوا الاقامه. الراجل راح هناك حس ان في كمين معمول فغير الفندق وغير مكان التدريب وغير كل حاجه. الراجل بيشك اي حاجه بيشك فيها بيعرف يتعامل معاها مباشره، ودي حاجه من الحاجات الناجحه اللي مارسيل كولر بيشتغل بيها. ناهيك بقى عن ان الاهلي ربنا بيكرمه لان هو باصص في ورقته بس، مركز في ان هو ينجح بس. الاهلي وادارته ولاعيبته ومديره الفني مش عايز حاجه تانية. هو مش شايف معاه، يعني هو مش مركز معاه او مش فارق معاه مين المنافس، مكانه فين، ترتيبه ايه، بيتكلم عنه ولا لا. مش مركز في اي حاجه غير نجاحه بس، مش شاغل باله اصلا بيك. يعني هو اصلا مش شاغل باله بيك، او بالبلدي كده بصريح العباره هو مش شايفك. طيب على العكس بقى، ان اي منافس بيقابل الاهلي بتلاقي كلامه كتير، بتلاقي تصريحاته كتير، زي لما تيجي تتكلم كده وتقول ان الوداد اللي كان فاتح جبهه تريقه على الاهلي علشان بس هو قدر يطلع من هنا في مصر بس ان هو خسران 2-1، هو اعتبرها نصر ليه، وان الاهلي لما يجي هناك هيعرف يعمل معاه الغلط وهيعرف يعمل معاه الجلاشه. والاهلي اثبت له ان الموضوع مش بالكلام. ظهور المترجي اللي طلع لي بالكاس ونايم في العربيه وعامل كده، الموضوع مش بالكلام، الموضوع في ارض الملعب. ازاي تجتهد فربنا
فربنا يكرمك، ازاي تعمل اللي عليك فربنا يوفقك، ازاي تشوف كل حاجه العوامل اللي تنجحك انت فربنا يوفقك. سيبك بقى من كل اللي فات وتعالى نتكلم مثلا عن الزمالك اللي كل يوم مركز مع الاهلي ان ازاي يقنع الجمهور او الميديا بتاعه الزمالك على قناه الموسيقار مرتضى منصور، ان ازاي يقنع الجمهور بتاعه ان الاهلي فريق عادي، فريق محظوظ مش ناجح، وحتى لو نجح ده بينجح بالحظ. يعني انت اقنعني ازاي؟ انا مش فاهم. يقول لك حتى لو نجح مثلا ما نجحش بالحظ، يقول لك طب ما هو المنظومه كلها بتخدم عليه. بتخدم عليه ازاي؟ يعني انا اقنعني انا ذات نفسي بتخدم عليه ازاي؟ بتاجل له ماتشات؟ طب ما هو بيلعب في افريقيا. يعني هي لما هي اللي نجحته في افريقيا ان هو ياخد البطوله؟ لا. طب هي اللي نجحته ان هو يلعب في كاس العالم؟ لا. طب هي اللي نجحته ان هو ياخد السوبر مثلا المصري او السوبر الافريقي في الامارات او السوبر الافريقي؟ لا. طب انت ليه ما اتكلمتش عن ان مثلا المنظومه هي السبب؟ طالما بنظريه المؤامره كده، ليه ما اتكلمتش عن ان المنظومه مثلا ممكن تكون السبب في ان الاهلي شال 5 من صن داونز هناك؟ لانك انت خليته يلعب يوم الثلاث مع المقاولين هنا في مصر، وهو راح يلعب يوم السبت في بريتوريا في جنوب افريقيا. طب طالما انت بتتكلم عن الكفه دي، ما اتكلمتش عن الكفه دي ليه؟ لا، هو لما يروح يشيل 5 وانا ملاعبه قبلها ماتش بحوالي 72 ساعه عادي، الاهلي فريق تعبان. طب ما الاهلي فريق تعبان ده خد افريقيا. فين العقل وفين المنطق؟ انا ما اعرفش ازاي انا مشكله الاعلام الزملكاوي ان النهارده انا فاشل. انا فاشل. انا مش هطلع اتكلم عن فشلي، انا هطلع افشل الناجح. ازاي؟ ما تفهمش. انت هتقنعني ازاي بحاجه انا مش شايفها؟ ما اعرفش. ومع ذلك ما اقدرش اقنعك ان الناس دي غلطانه اذا كان اصلا المداخله بتاعت الرئيس النادي بتاعهم بيطلع يقول لك انت شفت جون عبد المنعم وهو داخل في نادي الوداد؟ لا. يقول لك مش منطقي ابدا ان الجون ده يدخل. مش اللعيب اللي جابه، امال مين اللي جابه؟ امي اللي جابته. يعني الجون ده دخل ازاي؟ هو انت اي حاجه بتحصل للاهلي بتبقى ضد المنطق وضد الطبيعه وضد الخيال؟ بس هرجع اقول لك مستني ايه اصلا من اعلام بيطلع كل يوم بالثلاث او الاربع ساعات منهم ساعه بيخصصها تقليل للنادي الاهلي وهجوم على النادي الاهلي، وبعد كده الساعتين او الثلاثه اللي باقيين بيتكلموا عن انجازات سياده الموسيقار العالمي اللي كوكب عطارد وكوكب المشتري وكوكب نبتون وكوكب الشاي الاخضر وكوكب جميع الكواكب بتحاربه ليه؟ علشان هو الرئيس التاريخي لنادي الزمالك وصاحب الانجازات المهوله لنادي الزمالك، الراجل اللي صرف فلوس الموظفين. لا اله الا الله. طب ما دول موظفين بيشتغلوا فعايزين المقابل. انت ما اديتهمش حاجه من جيبك، ولو اديتهم من جيبك دي فلوسهم، دي تعبهم، ده عرقهم. ما تطلعهمش بقى، هتاجل لهم الشهرين وتيجي تصرف لهم وتمسك الميكروفون والحديده وتقول لهم رايك ايه في سياده المستشار؟ ما انا لازم اقول لك كويس. انت مستني ان انا اقول لك ايه؟ باين عليا ان انا لازم اقول لك كويس. يعني خليتونا خبطنا المايك. طب يا جماعه، ده الزمالك ده اللي سياده الموسيقار طالعين بيه السما، هو عامل موسم صفر السنه دي وداخل في مشاكل مع طوب الارض حرفيا وحالته تصعب على الكافر. انت تقنعني ازاي ان الراجل ده من انجح الناس في المنظومه؟ ازاي؟ يعني انا بشوف حاجه وانت بتقول لي حاجه تانية، هصدق عيني ولا هصدق ودني؟ اكيد الكلام ده مش منطقي خالص، وده سبب فشل نادي الزمالك. لكن طول ما الزمالك مركز ان هو يفشل الاهلي اللي واخد العلامه الكامله السنه دي، عمر الزمالك ما هيتقدم خطوه واحده لقدام. ما كنتش عايز اتكلم عن موضوع المقارنه ده لان الموضوع ده له كلام كتير وابعاد كتير، ولو قعدت انت ذات نفسك ركزت في الموضوع ده هتلاقي ان يعني المنافس دايما مركز ان هو يطلع لك انك انت فاشل، حتى وانت ناجح هو عايز يقنع اللي قدامه اللي بيتفرج عليه ان هو فاشل. وهل ده النجاح بالنسبه لك؟ هل انت كده مبسوط؟ هل انت كده راضي ضميرك؟ ما تركز في ورقتك وتركز في لعيبتك وتركز في تقييم فريقك وازاي تبني فريقك وازاي تساند فريقك. لا، احنا لما نوقع الاهلي ونقعد نشتم في الاهلي الزمالك هيقوم براحتك. ولكن بشكل رسمي الاهلي انهى كل التفاصيل مع نادي الوكره القطري على بيع حمدي فتحي. حمدي فتحي ان شاء الله هيروح للوكره القطري مقابل 3.5 مليون دولار، وحمدي فتحي هيكون هناك يوم الاحد الجاي ان شاء الله لتوقيع الكشف الطبي عليه والانضمام لنادي الوكره نهائيا. بالمناسبه دي اي لاعب عايز يرحل وفي مصلحه للعيب ذات نفسه وللاهلي، باب النادي مفتوح لاي حد ما دام الطرفين موافقين. كولر حاليا شغال دلوقتي على 5 صفقات من العيار التقيل قوي 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 للنادي الاهلي، وليهم بدايل كمان، يعني في 5 وفي 5 سبير علشان لو حصل اي فشل في اي صفقه
الاهلي متكتم على الصفقات دي او متكتم على اسماء الصفقات دي بشكل كبير، خاصه ان كولر مركز في ال5 ماتشات اللي جايين دول، وهيستقر على الراحلين بالنسبه للنادي الاهلي. اللي انا شخصيا شايف ان تحت النظر منهم محمد شريف وشادي حسين وبرونو سافيو، وطبعا الاكيد مليون في الميه وهو ايمن اشرف. وعلشان كده انا عايز اقول كلمتين، علشان كده انا هدعم الشخص الوحيد في المنظومه دي اللي يستحق الدعم فعلا والمسانده، العنصر الوحيد اللي قال الفلوس لا والعروض كلها لا وقرر يفضل مع الاهلي ويكتب التاريخ، الشخص الوحيد اللي قدر يجمع الجمهور كله ومتفق او مختلف معاه، واجبر الكل على احترامه، واجبر الكل ان هو يدعم وبس. الشخص الوحيد اللي رجع اشباه لعيبه ما كانتش تعرف حاجه عن الكوره وقررت كانت خلاص على مدار ان هي تمشي من النادي الاهلي، وان ارجعهم تاني ان يكون ليهم شأن كبير من تاني، وياخد بيهم 4 بطولات في خلال 9 شهور ومنهم البطوله القاريه. انا قررت ان انا هدعم العم مارسيل كولر وبس. بس كده يا صديقي العزيز، دي كانت حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه اشترك في القناه واضغط اللايك التمام وخلي الكوره ليك. سلام.